وانت صغير كنت فاكر ان الكبر يعني تبقى لوحدك، فاكر ان الاستقلال يعني ما تحتاجش حد. بس لما كبرت شوية بدأت تفهم ان الموضوع مش كده خالص. كل ما الحياة تكبر، كل ما الحمل يكبر معاك، وتكتشف انك محتاج حد حتى لو مش عايز تعترف بده. حد يسألك من غير ما تحكي كتير، حد يفهم سكوتك قبل كلامك. والمفاجأة إن الشخص ده كان موجود طول الوقت الأهل. بس إحنا كنا فاكرين إن وجودهم شيء عادي، لحد ما الدنيا برا بدأت تقسى. برا البيت مش كل الناس هتستحملك ولا كل الناس هتفهمك، لكن جوه البيت في حاجة مختلفة، في قبول. حتى لو انت مش في أحسن حالاتك، في ناس مش بتحتاجك تكون كامل، بس محتاجينك تكون موجود. مع الوقت بتفهم إنك ما كبرتش بعيد عن أهلك، إنك كبرت لكن لسه محتاجهم أكتر من الأول، بس بشكل مختلف. مش محتاجهم يقرروا بدالك، لكن محتاجهم يكونوا سندك وانت بتقرر. مش محتاجهم يعيشوا حياتك، لكن محتاجهم يكونوا المكان اللي ترجع له لما تتعب. وفي النهاية بتكتشف حقيقة بسيطة جدا، إنك مهما كبرت مش هتستغنى عن فكرة إن في حد يحبك من غير شروط. البيت مش مرحلة في حياتك، البيت مرجعك طول الوقت.